السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي المشتركات، فيديو جديد اليوم معايا. إن شاء الله تلقاكم هلا فيديو بخير وعلى خير وصحة وعافية. جمعة طيبة مباركة للجميع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات اليوم جيتكم بان ديسير بودينغ سهل ماهل، مكونات كاينين في الدار، ما يسقامش بزاف، روعه يا البنات. نتمنى انكم تجربوه. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمكونات. البنات المول المقادير اللي عطيتها لكم مول تاع 20 سنتيمتر قطر، 20 سنتيمتر في القطر تاعو. البنات نحكموا هذاك البسكوي او بور بالزبده ونحطوه ساير داير على المول تاعنا. نحطوا الجهه هذيك المليحه هذيك البومبي نحطها على برا، والجهه الاخرى نحطها لداخل، ونزيدو نعمرو في الوسط كيما راكم شفتوا قطع من البسكويت، ونحطوه بجهه ونخليوه. ديروا المول اللي يتحل باش من بعد يجيكم سهل. لو هنا دوك البنات واش راح نديروا؟ الكريمه تاعنا الاولى هي بالكاكاو، عندنا فيها البنات نصف لتر حليب او زوج كيسان ونص، زوج كيسان ونص من تاع 220 مليلتر. نصف لتر حليب او زوج كيسان ونص من تاع كاس من تاع 220 مليلتر، كاس ام وليد اللي نقول لكم انا عليه كاس ام وليد. قرصه ملح، زوج فاني، وربع معارف سكر. ربع معارف سكر البنات نحركو مليح، بعد يذوب شويه السكر وانا نزيد مغرفه بيان بومبي معمره مليح تاع نشا، وزوج معارف تاع فارينه معمرين كيما راكم شفتوا في الفيديو، معمرين مليح. ونزيد نحرك كل شيء بارد في بارد، كلش بارد في بارد. نزيد مغرفه معمره مليح من الكاكاو، يكون من الاحسن يكون البني باش تجيكم فيه هذيك ريحه الشوكولا ويجيكم بنين. نحرك شويه ومن بعد نحط كلش فوق النار ونخليه حتى نتعقد الكريمه تاعي. هكذا البنات نحرك نتم يعني نستمر في التحريك حتى نتحصل على الكريمه. هاي بدات تعقد لنا. لما دير هذوك الفقاعات البقبيق هذاك الفقاعات الكبار معناته راهي وجدت. نحيها فوق الغاز ونحطها بجانب ونبدا نحرك فيها البنات وهي سخونه حتى نتحصل على الكريمه هذيك الرطبه هذيك خلاص اللي ما فيهاش الحبيبات تاع الفرينه ولا. واذا كان يعني لازمكم الامر تقدروا تصفيوها ماشي مشكل. ما ننصحش بالميكسر لخاطر من بعد يقلب لكم سائله بزاف. ونزيد لهنا البنات حوالي 50 غرام من الشوكولا السوداء، اي شوكولا سوداء عندكم المهم تكون بنينه. ونزيد مغرفه ونص نتاع زبده. انا قلت زبده البنات لانه الزبده تدير لها تعطي ذوق بنين بزاف، انا درت ستار. ونفرغ هذيك الكميه كامله اللي درتها كطبقه اولى، نسويها مليح ونحطها في الثلاجه ساعه ولا نصف ساعه، هاي تزرب تبرد. ولا حطها في مكان بارد برك. برا انا كان البرد حطيتها غير برا. لهنا نجيو نديروا البنات الطبقه الثانيه اللي هي بالفاني، نفس المقادير يعني نصف لتر حليب او زوج كيسان ونص نتاع من تاع 220 مليلتر، زوج كيسان ونص. ربع مغارف سكر، مغرفه تاع خنشاء بيان بومبي، وزوج مغارف تاع فارينه ثاني معمرين مليح، قرصه ملح، والفاني. ونحط كلش فوق النار، نحرك ونحط كلش فوق النار حتى نتحصل على كيما نقولوا كريمه تعقد. نزيد عليها 50 غرام تاع شوكولا بيضاء، انا درت الوجدان البنات، نتوما ديروا الشوكولا البيضاء اللي عندكم، وملعقه ونصف او مغرفه كبيره ونصف نتاع زبده. ونحرك حتى تذوب هذيك الشوكولا ونتحصل ثاني على كريمه تكون رطبه. ونزيد نفرخها فوق بعد ما تبرد الطبقه الاولى، نزيد نفرخها فوق الطبقه تاع الشوكولا. نزيد نعاود نحطها في الثلاجه واحد الساعه ولا ساعه ونص. ومن بعد لهنا البنات نجيو نديروا الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه عباره عن واش تاع التزيين. حكمت انا البنات علبه تاع شوكولا 50 غرام شوكولا بالحليب، 50 غرام شوكولا بالشوكولا سوداء، ذوبتهم مع نصف كاس تاع 220 مليلتر من كريمه طازجه، اي كريمه طازجه حتى تكون تاع الطبخ ديروها البنات حتى تكون تاع الطبخ تصلح لكم. حتى ذابت مليح زينت بها من فوق، زدت شويه لوز افيلي ولا لي زامون ديفيلي مقليين، وشويه حبيبات تاع الشوكولا هذوك تاع الكفريت، ماشي هذيك اللي يابسه هذوك تاع الكفريت. زينت بها وزدت حطيته في الكونجيلاتور البنات واحد الساعتين. ومن بعد جبدته شويه ترخف شويه، نحيت من المول كيما راكم تشوفوا، عاودت نحى بسهوله يعني. ودوك نقطع لكم تشوفوا منه البنات جاب بنين بزاف. جات هذيك الكريمه خفيفه خفيفه ورطبه، واش نقول لكم، تجي هكذا سائله مع هذاك البسكوي تحفه البنات. ساهل ماهل يعني في 10 دقائق تسجيوه. ومكونات كاينين في الدار. كيجيكم ضيف على غفله ولا سهره رمضان باذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين لينا وليكم جميع المسلمين. المهم برك البنات كي تجيو تقسموا الموس تاعكم كل مره مسحوه برك، مسحوه بقطعه تاع طرشون ولا
باش تقدروا يجيكم السهوله باش تقدروا تقصوه. ان شاء الله البنات تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. تجربوها والله ما تندموا، راهي بنين بنين. انا قررت اني البنات نبدا لكم بويا شويه هكذا وصفات يكونوا ساهلين، مكونات اقتصاديه، راكم شايفين الحال تاع الناس وذاك. قلت من بعد كالساعه ندخلوا شويه في الحوايج اللي شويه واعرين وشويه اللي يطلبوا مكونات شويه غاليين وذاك. على بالي المكونات تاع الكاطو راهم غاليين فوق الحق. المهم بنات ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. اذا كان ممكن جربتوا وصفه من وصفاتي ابعثوهم لي على الفيسبوك تاعي. دونك خليكم المقادير في صندوق الوصف، دائما المعلومات روحوا صندوق الوصف. البنات نتمنى انه هذه الوصفه عجبتكم وتجربوها. وان شاء الله مازلنا مع وصفات رمضان. مع السلامه في وصفات اخرى، في امان الله وحفظه. الى اللقاء.